تطورات رهيبة وتطورات كبيرة جدا في أحداث الرياضة المصرية والساحة الساحة المصرية حقيقي فيها حاجات ليها العجب، فيها كلام محدش يقدر يتوقعه من أي منطقة تانية. ما بتحصلش غير في مصر بس، ما بتحصلش غير في الدوري المصري، ما بتحصلش غير في مش عايز أقول يعني المؤسسات المصرية اللي هي في اتحاد الكورة والرابطة كمؤسسة رياضية بالتحديد، عشان كلامي يبقى محدد. الكلام الفترة اللي فاتت كتير جدا جدا جدا، وسابوا الكلام رايح جاي، ومحدش طلع يرد، ولا حد طلع يتكلم، ولا حد طلع يقول الحقيقة فين. اللجنة الأولمبية بتبث في الموضوع، والقرارات المنتظرة كل الشواهد بتقول إن المباراة المفروض تعاد. ملابسات، حتى شهادة الحكم بتاع المباراة اللي جه من السعودية بطلب من وزير الرياضة المصري، وتم استخدامه، وصل الساعة 12 بتاريخ المباراة وبتوقيت مصر، شهد بشهادة في اللجنة الأولمبية تضعف وتدين اتحاد الكرة، وتدين الرابطة، وتدين المسؤولين، وتدين وزير الرياضة نفسه. يعني وزير الرياضة نفسه الموضوع بقى شكله بايخ جدا يا جماعة، خصوصا ان انفانتينو كان موجود في مصر في اليوم ده عشان المباراة، ودي حاجة تديك احساس كده مش لطيف، مش لطيف. على كل حال اللجنة الأولمبية هتصدر قرارها. هل هيتم احترام القرار زي ما أعلن من اتجاه النادي الأهلي ومن رابطة الأندية ومن اتحاد الكورة؟ اتحاد الكورة دلوقتي عامل نفسه مش من هنا خالص، وما بيردش على حد، حتى ما بيردش على اللجنة الأولمبية نفسها. طلبته للاستدعاء والاستجواب، طلبت المسؤولين، محدش عبرهم. هنا بوريدة مش مهتم تماما بالاحداث المصريه، لانه هو باصص يعني واخدها تحصيل حاصل عشان نتكلم بصراحه، لانه مش فارق معاه، هو واخدها كده واجهه وخلاص، لانه هو مهتم بافريقيا والعالميه والفيفا والاتحاد الافريقي، كلام كبير. ولكن بالنسبه له الاتحاد المصري ده تحصيل حاصل، والله عايزيني انا قاعد، مش عايزيني. هو اساسا ما بيقعدش في مكانه وما بيقعدش في الكرسي بتاعه بيدير المنظومة في مصر، بالعكس دايما هو خارج مصر. طب انت دايما خارج مصر، هتدير ازاي؟ هتدير ازاي وكل الاحداث اللي حصلت دي كانت انت شاهد عليها؟ والكابتن محمود الخطيب اتصل عليك وكلمك اكتر من مرة، وانت ما لا تحرك ساكنا، وقلت له انا مش فاضي. اساسا اقامة المباراة في يوم الانتخابات بتاعتك وانت بره، دي في حد ذاتها شبهة. اساسا ان انت تبقى في الاحداث اللي بتحصل دي كده والكواليس بتاعتها فيها شبهات كتير. يعني عشان مش عايز ازود التفاصيل اكتر من كده، ولكن ما تنسوش زي ما اتفقت معاكم دايما ان انتوا تدعمونا وتنتشوا اللايك وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اشتركوا في القناة طبعا عشان يوصلكم كل جديد. هنقول كلام مهم جدا الفترة اللي جاية، والقرارات قربت تطلع، في قرارات قربت تطلع، والأهلي ضم ملفات صوتية ومرئية ومسموعة، ويعني أوراق، وكل اللي انت عايز تقوله حطه في الملف، عشان بما فيها مكالمة سيادة الوزير مع أحمد شوبير اللي فيها كلام وكوارث غريب جدا. يدين مش يحل، يدين مش يحل. مش عارف والله، الأحداث صعبة في مصر وفي الدوري المصري، ولكن كل شيء بيقول ان موقف النادي الاهلي سليم، لذلك الزمالك مرعوش. هنشوف الفترة اللي جاية. اتمنى منكم الدعوات والدعم، والفترة اللي جاية استنوا مننا التفاصيل الكتير اللي هتكون موجودة على الساحة. وتحياتي ليكم، ودايما اشوفكم في فيديو جديد، وعلى خير ان شاء الله نلتقي. وخير الكلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واسيبكم في رعاية الله. السلام.